لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أمريكا من مطار شيكاغو عائد إن شاء الله إلى بلدي وموطني. بعد ما قصيت بوردنج جاني مقطع عن وزير الصحة مع أحد المواطنين، فحسيت إنه بحاجة بخاطري، فحبيت إني أسجلها إلى الجروب الخاص اللي عندي. فأنا أقول أول حاجة بحمد لله تدوم النعم وبالكفر تزول النعم. النظام الصحي في أمريكا، الحكومة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم، لا تتكفل بعلاج أي مواطن أمريكي، صغير كبير ذكر أنثى ما تعالج، حقوق مرأة طفل شايب كبير ما هي موجودة في الصحة. معاك تأمين تتعالج، ما معك تأمين تدفع فلوس، ما معك لا تأمين ولا فلوس مع السلامة. مواطن أمريكي وش ما كان اسمك وفصلك ولونك وشكلك، مع السلامة حبيبي. هذا واحد. فالحمد لله يعني يكفي اني اقول لك ان عندنا كيف الحمد لله نظام الصحة والمستشفيات، يكفي انك تدخل وتطلع ما تدفع الفلوس. احنا نضيق بعض المرات ربع ساعة انتظار، نص ساعة انتظار، الدكتور فلاني جنسية معينة، ناخذ في الجنسيات ما ناخذ في العلم. والشيء يذكر، التعليم في امريكا تقدر تقول انه مجاني وتقدر تقول بفلوس. من الابتدائي الى الثانوي مجاني، ما تدفع، الطالب ما يدفع ولا ريال ولا دولار، ولكن كل صاحب بيت في امريكا يدفع ضريبه للمدرسه اللي بجنبه. فان بغيت تقول مجاني مجاني، وان بغيت تقول بفلوس بفلوس. التعليم الجامعي بامريكا، جميع الجامعات في امريكا تدفع دولارات مقابل التعليم، ما في شيء ببلاش، ما في مكافاه تنزل لك وتجي بعد الصيف تنزل لك مثل رجعي حق الصيف كله، ما هي موجوده في امريكا. في امريكا تكرمون يكرم السامعين، نظام التنظيف البلديه وتكرمون الزباين، لك مره في الاسبوع تجيك السياره عند بيتك وتدفع 174 دولار كل 3 شهور، يعني 500 ريال. الحمد لله. وقارن في امريكا لا تستطيع انك تشاهد اي قناه تلفزيونيه ما لم تدفع فلوس، دولارات. تدفع دولار تشوف، ما تدفع دولار ما تشوف. سالفه قمر عرب سات نايل سات ما هي موجوده، كلها عن طريق الكيبل. في امريكا سعر النت في امريكا للواصل البيوت سعر يعني يقارب 500 ريال حق 3 شهور. لكن يعني قارن. فبحمد لله تدوم النعم وبالكفر تزول. فاللهم لك الحمد والشكر على النعم اللي احنا فيها، ونطلب المزيد ونطلب الافضل. من حقي كمواطن اطلب الافضل، لكن ما هو من حق الناس انها تتكلم وانها ترسل صوره سوداويه. رساله الى كل الاعلام اللي دائما يسلط على الاشياء السوداويه.